الو يا اخونا، ارفع السماعة، في لك مخابرة. نحن ما عنا تليفون. ارفع على السماعة، مخابرة خارجية. من مين المخابرة؟ من ابوك. لك ابي مات من زمان وصارت عظامه مكعهل. ارفع على السماعة، هو اللي طالبها. شلون صارت هيك؟ اسف للازعاج، عفوا عزيزي المواطن، بدنا نزيد على النار كاز انه اغلى من المواطن. عنا الاسعار زي النار، تعا شوي نتدفى فيها. عالم عايشة على ظهر الشعب لانه عايش ليطعميها. بتلاقيها عايشة عنا بتاكل برزق العباد، تحكي عن حل الفساد وهي مش عايشة بالبلاد. وانا من عندي شاف التعليم شي بيفرق بين الناس. شفت الخاص لابن العالم والحكومي للرخاص. لما يكون استاذ حمار والعلم مثل البرسيم، والتعليم يكون باسطبل بيطلع الشعب كله بهيم. بيطلع الشعب متطرف وضعي رجعي متخلف. شايف وجوه اللي حوالي كل الناس عم بتخفف. كل الناس تلحق الفلوس لانه همها كيف تعيش، بس في ناس تلحق الفلوس بس للتاجر بالحشيش. كيف اكون مواطن صالح لما بكون ضميري شالح؟ خلص ما تسأل شو بيصير، بس راح الصالح بعروة طالح. ما خبرتني عن العدالة. العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي اشبه لك العدالة عنا يا ابي؟ بتلاقي هالاجانب والسواح بيجوا من اخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا ابي صرنا فرشة. اسف للازعاج، عفوا عزيزي المسؤول، اتوصلت لاستنتاج لازم احكي شوي واقول. ما بدك احكي بالسياسة ولا حتى احكي عن التعليم. طب شو رايك نحكي شوي على الفساد والتعتيم ضمن اطار الوضع الحالي؟ انا مش قادر امسك حالي، مش قادر اكون بحالي، وانا اللي شايف ان لحالي قادر اكون انسان واعي. بايع بيتي والاواعي مثل اي مواطن عادي بهالدنيا، ما له داعي. ما في داعي نحكي اكتر ما انت مثلي ابن البلد. عارف عنا شو بيصير، مين الوالد واللي انولد. كل بيفكر كيف يسرق ينصب يلهف ويقص. هون الناس ما بتهتم الا بالكاس والتصرف. صحي غير صحي وانت عارف ايش بيصير. الوضع الصحي غير صحي. تفضل زورنا بالبشير، تفضل زورنا تعا شوف. ناخد اجازة ولاقي حجة وصب كاسك يا وطن. اي والله صرنا فرجة، اي والله صرنا فرجة. خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. ابدا مو ناقصنا شيء ابدا. الله وكيلك يا ابي، مو ناقصنا الا شوية كرامة بس. لكن كل شيء خبرتني عنه كذب. كله خرط بخرط. حميد الله اللي طلع لك قبر بالوطن نقرا لك عليه.